أوحش حاجة إن الإنسان يتغر، يعني إيه؟ ساعات كده الواحد ممكن يبُص على حد أو يشوف حد إيه بيعمل ذنب معيّن أو بيعمل حاجة يقعد بقى إيه يتريق عليه، إيه ده هو إزاي بيعمل كذا، إزاي هو مش عارفة إيه، وتقعد بقى إيه تتريق عليه لإن أنت مش مكانه وعمرك ما عملت الذنب ده، فشايف نَفْسك تمام وما فيش منّك وتقعد بقى تتريق على غيرك، فبلاش نعمل ده، بلاش نعمل ده، لإن من عاب ابتلي. فأنت أصلًا ممكن تقعد تتريق عليه، سبحان الله ييجي لك نفس الداء فاهم، وتقعد تعمله. وكتير جدًا في حياتنا بنقعد تعالوا كده نفتكر ساعات يعني إيه الواحد بيقعد يتريق على حد في حاجة معيّنة، اللي هو مش باتكلم بقى على ذنب، مثلًا دي ماسكة القلم بطريقة مش عارفة إيه، دي بتتكلم كذا، تلاقي نفسك بتقلدها أو الحاجة دي بتيجي لك، سبحان الله. فالمهم يعني إن إحنا مش عايزين نقعد نتريق على حد، لإن الله أعلم هو إيه الابتلاء بتاعه، إيه هو ظروفه. وكمان في حاجة، مش معنى إن أنت مش بتعمل الذنب ده يبقى أنت اللي جامد ما فيش منّك، لأ هو ربنا ما حطّكش في الابتلاء ده وأنت ماشي بستر ربنا، فمش عايزين نتريق على حد يعني نقول الحمد لله، الحمد لله إن إحنا مش بنعمل الذنب